السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هنعمل جمبري صيني بالرز والجمبري والبسلة والجزر. بس انا بادئه معاكم بقى من الاول خالص. انا عملته قبل كده بس كان عندي رز بايت وما وريتلكوش الطريقه من الالف للياء، فالنهارده هوريها لكم من الالف للياء. عندي كوبايتين رز، دول هنعملهم رز ابيض الاول. ماشي حبايبي، هنغلي بس الميه الاول زي ما قلت لكم. اي رز لازم ميه مغليه. طب اقول لكم على المكونات وبعدين نغلي الرز. ماشي. عندي نص كيلو بسله مفصصاها وعليها جزرتين مقطعهم صغير. ماشي حبايبي. وعندي نص كيلو جمبري، عايزه تحطي اكتر حطي، ده نص كيلو يمكن زياده كمان. وعندي كوبايتين رز، وعندي زبده، وعنده صويا صوص. ممكن ناخد معلقتين زبده، معلقه زبده على الرز ومعلقه وانا بشوح الجمبري. ماشي. او ممكن اشوح الجمبري بزيت زيتون، انا بحب زيت الزيتون. وعندي ملح وفلفل، وعندي معلقه ثوم مفروم، عندي معلقه ثوم مفروم ومعلقه جنزبيل مفروم، جنزبيل فريش. ماشي. ما عندكيش جنزبيل فريش ممكن تحطي جنزبيل بودر، مفيش مشكله. ماشي حبايبي. دي المكونات. هنا البسله والرز هنحط عليها برده ميه سخنه ونسلقها الاول. اغلي الميه وارجع لكم. بصوا حبايبي، هنا حطينا معلقه زبده وغسله كوبايتين رز هننزل بيهم كده. ماشي. نشوحهم وبغلي بقى الميه. احط شويه على البسله وشويه على الرز. هنا هحط معلقه ملح صغيره. هنا الميه غليت اهي. هنحط بقى على البسله كده نسلقها. ماشي. هنا معلقه ملح صغيره اهي. نشوح الرز تشويحه حلوه وبعدين ننزل بالميه السخنه عليه. كده هننزل بالميه السخنه على الرز. ماشي. ياخد غلوتين ونوطي عليه اهو. ماشي. نغطيه وهنجيب طاسه بقى نشتغل في الجمبري عبال ما الرز يستوي. هنا البسله علقنا عليها عشان تتسلق. كل حاجه ماشيه كويس كده الحمد لله. بصوا كده حبايبي، انا حطيت معلقتين زيت زيتون. ماشي. هننزل بمعلقه الجنزبيل اهي. الجنزبيل مش هنحطه كله، هنحط شويه مع الرز وشويه مع الجمبري عشان الجمبري بخليه لوحده. ونص معلقه ثوم اهي. نخلي بس ريحته تطلع كده عشان ده جمبري صيني بيحب الجنزبيل قوي، يعني بيعشق الجنزبيل بصراحه. اهم حاجه الجنزبيل في الوصفه دي اهو. هتخلي ريحته تطلع كده تروحي نازله بالجمبري. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي بقى. دي اكله صيني، طريقه صيني، اسمه جمبري صيني اصلا. ما شاء الله. رشه ملح، رشه ملح صغيره عشان الصويا صوص حادق، ورشه فلفل اسود برضو اهو. ربع معلقه فلفل اسود. بسم الله الرحمن الرحيم. وتروحي نازله بيجي 3-4 معالق صويا صوص غامق فاتح، اي حاجه اللي عندك حطيه. بس هو لازم في الوصفه دي الصويا صوص، ما اقدرش اقول لك استغني عنه اهو. بس كده. تحفه 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 ما شاء الله. الرز وطينا عليه اهو، اتشرب ووطينا عليه وحطينا له الصاجه بتاعته. والبسله لسه بتتسلق اهي، لسه حتى اول غلوه ليها دي اهي. ماشي حبايبي. اسهل من ما يكون تعمليه في غمضه عين، بس تحفه واكله تحفه وطعمه بيبقى حلو قوي اهو. بصوا حبايبي كده الجمبري استوى اهو. بسم الله ما شاء الله. انتوا عارفين ان الجمبري ما بياخدش سوا، لو سويتيه اكتر من 5-7-8 دقايق بيجلد، بيتشد كده زي ما تكوني بتشدي البلاستيك. لازم السوا بتاعه
مش اكتر من 5-6 دقايق. ماشي اهو. هنشيله بقى ونفضي الطاسه ونعمل في نفس الطاسه دي الرز بالبسله برضو. هنحط جنزبيل وهنحط ثوم. هنعمل في الرز خلطه جديده زي خلطه الجمبري. هنفضي ده في علبه وارجع لكم. البسله هنا اتسلقت وصفيتها في المصفى اهي. ماشي. وهنا الجمبري فضيته في طبق عبال ما نعمل الرز بالبسله. هنا حطيت معلقتين زيت تاني، وهنحط برضو بقيه الجنزبيل وريحه ثوم بقى، يعني كده بتاع نص معلقه، مش هحط الثوم كله. ماشي عشان الثوم ما يبقاش كتير بس. شوحه برضو نطلع ريحته بس كده. هنا الرز لسه قدامه بتاع 10 دقايق. ننزل بالبسله بس شويه كده، نحط شويه صوص. بسم الله ما شاء الله، الريحه تحفه، مش قادره اوصف لكم على الريحه بقى والجمال. ريحه الجنزبيل ده روعه، انا بعشق الجنزبيل الفريش ده مع الثوم مع الصويا صوص، عامل شغل جامد قوي. جربوه بنفس الطريقه دي، تحفه يا جماعه، تحفه. كده شوحنا البسله خلاص. هننزل بقى بالرز. مش لازم تحطي الرز كله، كميه الرز اللي انت عايزاها حطيها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على قد اللي هياكله، يعني هياكلوا مثلا نفرين، مش كل الناس هتاكله، يعني مش كله اللي في البيت هياكل نفس الطريقه، كل واحد بيطلب اكل شكل. والله زي ما بقول لكم كده اهو، يعني ده يكفي نفرين اهو. تقليبه بقى تقليبه حلوه كده. قلبنا الرز تقليبه حلوه كده. وصفتنا خلصت بألف هنا وشفا. شايفين الجمال والحلاوه والريحه، مش قادره اوصف لكم، والطعم تحفه. هنغرفه وارجع لكم وتشوفوا بقى الجمال ده احنا عملناه ازاي. تحفه تحفه تحفه. بسم الله ما شاء الله. بصوا ما شاء الله اكبر. شايفين اختراع اختراع زي ما انتم شايفين كده. كل بوله حطيت فيها شويه رز وعملت المنظر ده، وحوالينه الجمبري. تحفه، مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي. قلب البيت كله وقلب المطبخ، والريحه خيال. بألف هنا وشفا. ما خدتش 10 دقايق والله ما خدت 10 دقايق معايا. بصوا هو الرز بس اللي خد وقت ربع ساعه تلت ساعه، اما الوصفه نفسها ما بتاخدش حاجه. كل حاجه تجهزيها كده يعني ما تستتقليش حاجه. بألف هنا وشفا. لازم تجددي وتعملي اكلات جديده عشان ما تزهقيش من الروتين اليومي. بألف هنا وشفا. جنبه بقى شويه سلطه من غير سلطه لان ده فيه خضار. بألف هنا وشفا. تحفه. دي وجبه متكامله. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وقولوا لي ايه رايكم. ما تنسوش اللايك، بالله عليكم ما تنسوا اللايك. اهم حاجه اللايك يا جماعه، بيرفع من محتوى الفيديو. ما تنسونيش في شير، ما تنسونيش في تعليق حلو جميل من عندكم. وقولوا لي ايه رايكم في الفيديوهات اللي بنزلها، وقولوا لي ايه رايكم في المحتوى بتاعي. علقوا لي وقولوا لي ايه رايكم في اي حاجه انا بنزلها. ممكن تكون حاجه انتم مش عاجباكم اغير منها، ممكن تكون في حاجه عاجباكم اعملها لكم. وربنا يوفقنا جميعا. وشكرا جزيلا ليكم وشكرا لحسن المتابعه، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.